السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اكله سهله جدا وجميله. اغلبيتنا بنشتريها من بره، بس احنا النهارده هنعملها في البيت بطريقه سهله ومكونات بسيطه جدا موجوده في كل بيت ان شاء الله. النهارده هنعمل فراخ مشويه وجنبها ورق عنب وملوخيه وطبعا سلطه الطحينه. حاجه بسيطه جدا ومخدتش مننا اي وقت. كملوا معايا الفيديو وانتوا ان شاء الله تعرفوا الطريقه. وكمان هنعمل الشوربة من غير فراخ او لحمة، ودي كمان هتبقى تحفة جدا للناس اللي هم بياكلوش فراخ او لحمة، ان هم نباتيين. ولو كمان احنا كمان في ظروف صعبة اليومين دول والدنيا كلها غلا، فمش شرط ان احنا نعمل شوربة من فراخ او لحمة واحنا مثلا عايزين ناكل محشي، عايزين ناكل ملوخية. طبعا اولادنا كتير بيحبوا الاكل ده، فسهل اوي ان احنا نعمل شوربة. كملوا معايا الفيديو وانتوا هتعرفوا طريقة الشوربة ازاي، وطعمها تحفة جدا وكل اللي دقها عجبته قوي. المكونات الفراخ المشوية معانا طبعا فرخة على حسب اللي انتوا عايزينه. انا جايباها هنا 2 كيلو، تمام. وجايبة معايا بصل وفلفل وطماطمية و 2 توم، يعني فصين توم، و ليمون مخلل، ليمون اللي هو المعصفر، تمام. هو الليمون فعلا ناس كتيرة تستغربه، بس هو بيدي طعم تحفة جدا وبيدي مزازة حلوة قوي، احلى من الليمون اللي هو الطازة اللي احنا بنعصره عادي، تمام. ومعانا كمان كوباية من عصير الرمان، عصير الرمان العادي. طبعا احنا كلنا دلوقتي عندنا رمان في البيت، بنجيبه بنفرمه في الخلاط وبعد كده بنصفيه بيطلع لنا عصير الرمان. ومعانا معلقتين عسل اسود، ده بديل للدبس الرمان. طبعا دبس الرمان دلوقتي بقى غالي قوي عن الاول، والصويا صوص والحاجات دي ان شاء الله نبقى نعملها في فيديو مع بعض، تمام. ومعايا التوابل: كركم، بابريكا، سماق، فلفل اسود، ملح، وخل، وزيت. عندنا المكونات سهلة جدا وبسيطة، وهتطلع طعمها ان شاء الله تحفة قوي وهتعجب كل اللي هياكلها. هنا طبعا هنفرم خلاص المكونات في الكبة، هنحط طبعا كله على بعضه. طبعا انا هشوي على الفحم في البلكونه. اللي ما عندوش بلكونه وفحم يعني عادي بوتاجاز، الفرن البوتاجاز العادي، الشبكه اللي في النص هنشغل البوتاجاز فوق وتحت، نشغله اعلى حاجه، وهنحط في الصاج اللي تحت الشبكه على طول، هنحط فيها كوبايتين او 3 ميه، ونرص الفراخ فيها، رص الفراخ على الشبكه، وهتطلع برضو اكنها مشوية بالظبط. هنقعد نقلب فيها كل شوية كده لحد ما تطلع مشوية. بعد ما تخرج هنولع فحمتين ونحط يعني نحط الفراخ في طبق او في حلة كبيرة، ونجيب الفحميتين في شوية في سلوفان ونحط عليهم شوية زيت، وهنغطي الفراخ الفحم هيطلع دخان، ونغطيه هياخد طعم الفحم بالظبط، وكأنك شويها على الفحم وهتطلع جميلة ان شاء الله. بس وهنحطها في التلاجة لحد ما تتبل على الاقل ساعتين او ساعة يعني. هنا حاجة المحشي: معايا بصل، فلفل، توم، توابل، خضرة، الطماطم والرز طبعا. معانا هنا في الحلة ننزل بالبصل، وهنحط عليها معلقتين سكر. السكر بيدي كرملة حلوة اوي للبصل وبيدي طعم جميل جدا وبيخلي المحشي مسكر وحلو. نزلت على الفلفل بالفلفل الاسود والملح على البصل، طبعا عشان البصل ما يديش ريحة، يدي طعم حلو جدا مع الفلفل والملح. نزلت بفص الثوم، ونزلت بالقرنين فلفل. اللي مجربش الثوم يا جماعة يجربوه، هيدي طعم حلو قوي. هنا بقى طبعا بسلق الورق العنب، انا هنا مفرزناه في الفريزر، غسلاه ورصاه وشايله منه العنقود بتاعه، بحيث ان اطلعه على طول على يعني ان انا اسلقه على طول واحشيه، مقعدش امع فيه تاني. تمام كده الصلصه خلاص جهزت، سبكت بقت حلوه كده. هننزل بالرز، وبعد كده هننزل بالبابريكا والكزبره والكمون، وهننزل هنا بالخضره، الشبت والكزبره. والخلطه جهزت. هنا هحشي الورق العنب، حاطه في البايركس ده طبعا حله بايركس، صينيه اللي انت عايزاه كله، حاطه فيه اللي هي العيدان بتاعت الكزبره والشبت، حطها تحت، ورصه طبقه ليمون. اللي عايز يرص رصه بصل بطماطم بفلفل برضو تمام، حلو قوي، بس انا اكتفيت بده لان انا عامله كميه بسيطه جدا.
انا هنا بوريكم ينفع تقسمي الورقه نصين على حسب الحجم اللي انت عايزاه، او تخلي الورقه سليمه كده بيديكي ورقه صغنونه، وكده بيديكي صباع كبير او صباع صغير. تمام كده. الحشو طبعا بتاع الورق عنب ممتع جدا وجميل. هنا بقى كنت عامل ملوخيه خرطها. هنا بتكلم على الشوربه دي. الشوربه دي هايله يا جماعه وجميله جدا، ويا رب تعجبكم ان شاء الله وتنول رضاكم. معايا حله هنا فيها شويه سمنه او شويه زيت او شويه زبده، اللي انتوا تعوزوه براحتكم. نزلت بالخضار اللي هو الكوسه، البصل، الطماطم، الثوم، فلفل. طبعا لو عندك جزر تمام، عندك بطاطا تمام، عايزه تحطي بصل بطاطس اللي انت عايزاه برضو. هنا عندي للتوابل ورق لورا، حبهان، قرفه سليمه، مستكه، قرنفل، توابل فراخ، وكركم. هيديكي طعم ان شاء الله هايل جدا. ومعلقه سكر. معلقه السكر يا جماعه في الاكل الحادق بيدي طعم تاني جدا. زي الحلويات بنحط رشه الملح في الحادق، برضو بنحط معلقه سكر عشان تظبط معانا الاكل كده. ودي الشوربه بعد ما خلاص غليت، ما تفرقيهاش خالص عن شوربه اللحمه او الفراخ. هنا للطحينه معايا خل، سكر برضو، ملح، توم، شطه، والطحينه طبعا. هنا اللي مجربش الطحينه بالميه المغليه يا جماعه برضو هتعجبكم جدا ان شاء الله، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. تمام. هنا قلبت الطحينه بالخل بالحاجات اللي انا لسه قايلاها، وهننزل عليها بالميه المغليه. الميه المغليه بحبها علشان خاطر الطحينه بيبقى فيها دقيق، فانا بحس ان الميه المغليه بتسوي الدقيق برضو، بتديها طعم احلى واغنى. طبعا عايزه احط لها كوبايه زبادي ينفع، تحط لها جبنه قريش ينفع، كذا يعني. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هوريكم ان شاء الله في كذا طريقه للطحينه. هنا الملوخيه حمرت الثوم بالكزبره، ونزلت عليها بالملوخيه الخضراء، ونزلت عليها بالشوربه اللي لسه عاملاها. ما شاء الله كانت طعمها حلو قوي، كانت مسكره وكانت جميله جدا. هنا بوريكم. وهنا كنت بولع الفحم طبعا عشان هشوي. ودوت الملوخيه شكلها حلو قوي، والمحشي طبعا على النار بيستوي. ويا رب يكون الاكل عجبكم. لو عجبكم الاكل وعجبكم شكله اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ويا رب ان الفيديو ينول رضاكم ويكون خفيف على قلبكم يا رب. ولو حد عمل من الاكل ده بألف هنا وشفا عليه. شكرا لكم.